بما ان النظام قرر ان هو يحط ظهرنا للحيطه وما يخليش في حاجه عندنا نخسرها، وبما انه قرر ان هو يستمر في قتلنا واعتقالنا واهانتنا واهانه الشعب واذلال كل من قرر يعيش على ارض مصر، فاحنا قررنا ان المعركه معاه لازم تاخد شكل جديد. المعركه لازم يكون من ضمن اطارها دلوقتي ان احنا نعرف حقوقنا ايه ونعمل ايه ونكون مستعدين ازاي ونقدر نواجهه ازاي في اكتر من اطار. اول الحاجات اللي احنا هنبتدي بيها ازاي نتعامل مع حالات اعتقال امن الدوله، وده هيبقى في مجموعه رسائل متتاليه تحت اسم معركه قطرات الماء. معركه طويله بنقول فيها النظام احنا نفسنا طويل، مش هنستسلم سواء احنا او الجيل اللي هيجي بعدينا او الجيل اللي هيجي بعدينا. المهم ان احنا حلمنا اللي احنا حلمنا بيه في 25 يناير 2011 مستحيل حد ياخده مننا، ومستحيل حد يذبحه او يقتله او يخفيه عننا مهما كان الثمن. احنا مكملين لغايه ما بلدنا ترجع تاني حره ونعيش فيها بعداله وحريه. عندنا حالات اعتقال امن الدوله. دايما امن الدوله بتعتقل من 3 اماكن. المكان الاول بتعتقل من مكان العمل، المكان الثاني بتعتقل من الشارع في حالات خطف صريحه ومباشره بيكون في الغالب المخابرات الحربيه متعاونه معاها، والحاله الثالثه ان هي بتعتقل من المنازل ليلا او من بعد العصر. طيب هنعمل ايه في حالات الاعتقال؟ اول رساله لينا في النقطه دي هتكون للفرسان والتيجان اللي بيقرروا ان هم يواجهوا نظام في الشارع. طيب لكل فارس او تاج عليكم من دلوقتي ان انتوا تحتفظوا بكل الايميلات بتاعتكم والباسوردات والاكونت بتاع الفيسبوك وتويتر والباسورد بتاعه مع حد شخص تاني. لازم تحتفظ بيه مع شخص تاني. الشخص التاني ده لازم يكون شخص امن، ما بينزلش او ما بيتعرضش لمخاطرات امنيه، ويفضل ان هو يكون انسان كبير في السن ومش قاعد معاك في نفس المكان، بحيث لما يتم اعتقالك اول حاجه المفروض الشخص ده يعملها هو التالي. اول ما اهلك يعرفوا ان انت تم اعتقالك من الشارع او من الشغل او تم اعتقالك من المنزل، اول حاجه لازم يعملوها ان هم يتصلوا بالشخص ده ويقولوا له بعد اذن حضرتك ابتدي اشتغل. اول حاجه هيبتدي يعملها ان هو هيغير الباسورد بتاع الاكونت بتاع الفيسبوك بتاعك وبتاع تويتر واي سوشيال ميديا تانية انت بتستخدمها زي جوجل بلس او غيره. طيب تاني حاجه هيغير الباسورد بتاعت الايميلات بتاعتك كلها. طيب تالت حاجه هيعمل تشينج للايميل بتاعك على الفيسبوك وعلى اي اكونت على السوشيال ميديا ويعمل ايميل جديد بباسورد جديد. رابع حاجه هيعمل دي اكتيفيت للفيسبوك بتاعك. خامس حاجه قبل ما بتعمل دي اكتيفيت للفيسبوك غير الاسم بتاع الاكونت بتاعك، وبرده نفس الكلام على تويتر علشان لو هم حتى حابب يعملوا سيرش يكون الاسم اتغير. اي واحد معاه سمارت فون بيكون في السمارت فون حاجه اسمها الدروب بوكس. الدروب بوكس دي انت لما بتصور اي صوره بترفع الصوره على طول على الدروب بوكس. الدروب بوكس ده ممكن يتم الدخول عليه من على الانترنت بشكل عادي. هيكون معاك الباسورد هتغيره على طول عشان ما يكونش برضه ليهم اكسس ان هم يخشوا على الدروب بوكس ده اللي المفروض يعمله الشخص اللي معاه الباسوردات والايميلات بتاعك. طيب الاهل هيعملوا ايه؟ على طول الشخص ده سواء بنت او ولد فارس او تاج هيكون معاهم صورة البطاقة بتاعته، ويكون معاهم اكتر ارقام الشخص ده بيتصل بيها دايما. هيتصلوا بشركه المحمول، هيطلب منك مجموعه من الاجراءات عشان يقفل الخط. اول اجراء فيها يقول لك عاوز رقم البطاقه منك بالكامل، هتدي له رقم البطاقه اللي موجود عندك. تاني حاجه يقول لك ايه اكتر 3 ارقام انت بتتصل بيهم، ادي له رقم الوالده وادي له رقم الاخوات وادي له رقم اي اصحاب. اول حاجه الاهل هيعملوها الصبح ان هم هيكلموا محامي هيروح يعمل بلاغ باسم الشرطه باختطاف الولد ويروح يسال عليه. تاني حاجه هيبعتوا بلاغ للنائب العام يتهموا فيه وزاره الداخليه ان تم اختطاف الاسم فلان الفلاني الفلاني من مكان الشقه. تالت حاجة هيبعتوا للمنظمات الحقوقية صورة الشخص وتاريخ الاعتقال وصورة من البلاغ النائب العام، ولأي ناشط حقوقي هيبعتوا له نفس الكلام ده ويقولوا لهم كل التفاصيل اللي هم محتاجين يبتدوا يتواصلوا مع لتفعيل الموضوع اعلاميا. ايه فايدة ان احنا نفعل الموضوع اعلاميا؟ ان احنا بنخفف من التعذيب والمهانة اللي ممكن يواجهها المعتقل في الوقت ده وبنعجل بسرعة من ظهوره ايا كان القضيه اللي هم ممكن يكونوا محضنها له او القضيه اللي هم ناويين يلفقوها له. بالنسبه للمعتقل بما انك عارف وقررت انك تكون ثائر مخلص لقضيتك فلازم تعرف ان للقضيه دي تمن، والحريه مش بتيجي ببلاش، ولازم احيانا اثمان كتير هندفعها تكون غاليه. طيب انت عارف ان هتمر بوقت هيكون صعب كتير شويه في اثناء تحقيقات امن الدوله معاك. طيب بعد ما نعدي الوقت ده انت هتتعرض على نيابه امن الدوله او هتتعرض على النيابه العامه. مطلوب من حضرتك التالي: رقم 1 انك تكون عارف المحامي بتاعك اللي المفروض يحضر معاك التحقيقات. ده معناه ايه؟ ان انت لازم تكون موكل محامي من دلوقتي من اي جمعيه حقوقيه او من اي مركز حقوقي وتكون عارف شكله عشان تبقى عارف مين اللي هيحضر معاك التحقيقات، او تكون سايب كلمه سر لاهلك يقولها لك اما يبقى موجود في تحقيقات امن الدوله معاك.
طيب رقم 2، اول ما تتعرض قدام وكيل النيابه تطلب اثبات اليوم اللي انت تم اعتقالك فيه، علشان الامن الدوله بتكون قايله ان هي تم اعتقالك بالامس والنهارده عرضتك على النيابه، مع ان هم بيكونوا معتقلينك ممكن من 3 او 4 ايام او اسبوع او شهور، زي ما موجود في حالات كتير جدا زي قضيه انصار بيت المقدس وقضايا تانية كتير.